مغامرة جديدة. أنا حاليا في المالديف، هاخدكم في جولة سباحة مع القرش. أنا خايف جدا في نفس الوقت متوتر من حاجتين. أول حاجة أنا ما سباح ماهر، والحاجة الثانية دي قروش يا جماعة. تشوفوا معايا المغامرة لحد النهاية. وصلت لوكيشن الشركة واخدت المعدات وانطلقنا للحتة اللي بنتحرك منها. حاليا أخذنا الجير والحاجات زي ما انتم شايفين، حننطلق للرحلة ومستنيين المركب والناس بتتجمع هنا. في كمية كبيرة من الناس وحنطلع قال حوالي 21 شخص، فيلا نشوف الرحلة. حاليا مرتين طالعين على الرحلة، حماس شديد، هتاخد وقت لكن الإحساس جميل. بعد 20 دقيقة وصلنا المنطقة مفروض فيها دلافين، لكن لأن الدلافين بتتحرك دائما وما عندها مكان ثابت فما كان عندنا حظ إنه نلاقيهم. They never stop moving. If they stop, they die. So they don't stop and stay high for us. وتحركنا من هناك لمنطقة القروش. صراحة المناظر في الشارع كانت رهيبة، والغارب كان بيتحرك بسرعة كبيرة شديد. المفروض فوق القروش كده كمية كبيرة من الناس زي ما انتم شايفين. صراحة حماس شديد، حماس ما قادر اشوف لحد هسه ولا واحد. في العادة القروش دي ما تعتبر خطر على البشر، ولكن عندها اعتداءات كثيرة مسجلة. والصراحة منظر القروش كان مهيب، ما تخيلت حجمها يكون بالضخامة دي. Here, very important 4 things that you do while you are swimming on the shark. We don't do. Okay, 1, don't pet the shark anyhow, because we're gonna be feeding the sharks, and the sharks will be all around. So please, intentionally, don't touch the shark. Okay, and 2, when it is so much nearby with you, please hug yourself like this. Okay, you can move your body part gently and freely. By 3, loving yourself. Okay, because I told you we're gonna be feeding the sharks and the sharks will be all around. So, but we don't have eyes. But for sure the sharks will be on your back. So in that case you can check around, take a 360 around, so then you can move. 4, this is a must. Be on our backside. So we don't know where it goes in out. It is a must to wear a fins and jump on water. برمي لهم السمك في نفس الحتة يكونوا جنب بعض عشان يتخابطوا. ما أعرف ليه بخليهم يعملوا كده، بس هو مستمتع. صراحة ضربتهم عنيفة، باين إنه لو الواحد لا قدر الله يعني لا قدر الله حصل له حاجة ما حيطلع منها سليم. Baba, आवाज करे shark. Okay, so that we're gonna take 2 by 2 on water. Okay, you can come follow me. صراحة متحمس في نفس الوقت خايف شديد. أنا كنت فاهم إنه القروش دي يعني ما بتعض، بس طلعت لا بتعض عادي. عشان كده الواحد لازم يخلي باله، متوتر حقيقي يعني. بس يلا ده الحاجز المفروض تكسر فيه والخوف. مغامرة ذاته لو ما كان فيها نسبة خطر ما تعتبر مغامرة. صراحة كنت متردد جدا، لكن بديت أشوف الناس بينزلوا واحد ولا التاني، فتشجعت عشان أنزل. حاليا بتجهز عشان أدخل تحت المعدات. منظر القروش تحت كان مخيف شديد. كنت مبسوط إني بعمل مغامرة جديدة، لكن في نفس الوقت كان في مشكلة.
العدة تبع الغوص بتاعتي كان فيها مشكلة، وكنت بحاول أشرح للشخص اللي معاي لكن هو كان فاكرني خايف. في اللحظة ديك حسيت بخطر شديد، لكن في نفس الوقت كنت مستمتع بالمناظر. حسيت إنه في أي حركة غلط أنا ممكن أكون في خطر. ما قدرت أكمل الجولة معه، فاخترت إني أرجع للقارب. بعدها كنت مرتاح أكتر من دون المعدات، ومشيت ونزلت مرة تانية. المرة دي أنا فعلا استمتعتها، كنت مرتاح أكتر بكثير من المرة الأولى. قعدنا هناك لفترة، أخذنا فيديوهات وصور، وانطلقنا عشان نمشي لوجهة تانية في الرحلة. We are in a local island, we have to respect the locals, but I give you some time to take video with your bikini. Okay? It means for the video you can be on the bikini, but you have to be rushed to change over again while you are on the beach. So please start covering up. احنا حاليا جينا جزيرة محلية فيها سكان محليين وفيها الستينجري، فبتيجي تقعد تتصور معاهم بيرموا له اكل وبتيجي جنبه. البتاع ده انا زمان بشوف صوره فاكر حاجة مسالمة، بس طلع انه ديله فيه كهرباء وهو ممكن يعضي وكلام كثير. طبعا الموضوع جدا مخيف، الحاجة دي طلعت كبيرة شديد، انا ما تخيلتها كبيرة للدرجة. وصلنا هنا جزيرة، نزلنا عشان ناكل فيها. جزيرة هي بس فيها اللوكلز وكده، والأكل بتطلب يا إما لحمة يا إما دجاج يا إما سمك. We can do half. يا أهلين وسهلين، وصلنا الجزيرة الجميلة دي، وحاليا أجواء رهيبة رهيبة رهيبة. الرملة هنا بيضة بطريقة خرافية يا شباب. أنا صراحة مستمتع جدا، ما تخيلت المالديف حتعجبني. دائما متخيل إنها هي حاجة كده بتاعت شهر عسل والأمور دي، بس صراحة تفاجأت وما كنت متحمس شديد إني أجي هنا صراحة، بس بكمية الأكتيفيتيز وكمية النشاطات صراحة جدا مستمتع. برضو هي ما حتة بتاعت إنك تاخد فيها فترة طويلة وتقعد فيها زمن كثير، لكن هي حتة يعني ممكن تستمتع فيها شديد لفترة قصيرة. سيبنا هذا فينا عشان نطلع، ما دار امشي، ما قادر اخلي الحتة.